انا جاي النهارده اكشف لك سر الربح من اليوتيوب. مش بس كده، لا، واعرفك كمان ازاي قدرت اعمل في يوم واحد 65 دولار. تعالى كده نعمل ريفرش. مش بس 65 دولار، لا، ده انا عملت اكتر من كده. خلينا بس نتأكد من ال 65 دولار، طبعا زي ما انتم شايفين، وكمان 50 دولار. تعالى كده نعمل ريفرش تاني. يعني كله بالارقام وبالدليل، لان انا عايزك تركز معايا في الفيديو من اوله لاخره. طبعا زي ما انتم شايفين، عملنا في يوم 49 دولار، وفي يوم تاني عملنا 50 دولار، ويوم تالت عملنا 65 دولار. لو جينا بصينا هنا على الاودينس بتاعة القناة دي، اودينس من امريكا وكوريا واليابان واستراليا وبريطانيا. وعشان كده طبعا الربح عالي جدا جدا، زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. الار بي ام بتاعي بيوصل ل6 دولار 77 سنت. لو جينا كده بصينا كمان هنا هنلاقي الارباح زي ما انتم شايفين. ولكن دي قناة من ضمن قنوات كتيرة جدا، فانا عايزك تركز معايا من بداية الفيديو لنهايته، لان والله انا هكشف لك كل الاسرار اللي بيستخدموها الناس اللي بتحقق ارباح عن طريق اليوتيوب الاجنبي، بدون ما حتى تفهم اي حاجة في اللغة الانجليزية، من غير يعني اي خبرة. ركز معايا لان الفيديو ده كفيل ان هو يعلمك من الايه تو زد بمعنى الكلمة. مش هفوت اي حاجة الا لما هشرحها لك بالتفصيل الممل، وهعرفك انا عملت ايه بالخطوات، خطوة ورا خطوة. وعشان كده حابب واتمنى طبعا ان انت تشترك في القناة بتاعتي وتدعمني طبعا، لان انا بنزل فعلا معلومات وحاجات مهمة جدا جدا هتفيد اي حد مهتم بمجال الربح من اليوتيوب من غير ما يظهر. فيلا بينا بدون كلام كتير ندخل على طول في صلب الموضوع. تعالى كده نبص على القناة اللي قدامنا دي، وهي قناة خاصة بالحرب عامة او بالجيوش والكلام ده كله. القناة هنا 3400 مشترك، 9000 فيديوهات بس نزلت على القناة. وزي ما انتم شايفين القناة جايبة مشاهدات زي ما انتم شايفين كده داخلة على المليون. القناة دي عاملة لها ربح تقريبا حوالي من 6 ل10 آلاف دولار، وبتفرق طبعا على حسب الدول والكلام ده كله، فمش هقدر ان انا اديك عدد دقيق. ولكن قناة زي دي تقدر ان انت تنسخ المحتوى بتاعها بكل سهولة. ازاي انسخ المحتوى بتاع القناة دي عشان اقدر احقق ارباح زي اللي انت حققتها بالظبط؟ 50 دولار في اليوم و60 دولار في اليوم بكل سهولة. تعالى بقى اقولك، واخدك واحدة واحدة. عايز اقولك ان الفيديو ده او القناة دي مش شرط تنسخ نفس القناة، ولكن ممكن تعمل ريسيرش وتدور على القنوات اللي هي عدد المشتركين بتاعها قليل، وتكون بتجيب عدد مشاهدات كبير جدا زي ما انتم شايفين: 16000، 36000، 142000، 81000، وهكذا. دي القنوات اللي ساعتها تعرفك ان المحتوى ده عليه طلب كبير جدا جدا جدا، والعرض مش مكفي الطلب. فساعتها تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعمل يلا الخطوات اللي اقولك عليها. طيب اول حاجه نعملها ان احنا مثلا وليكن هنخش كده هندوس هنا على كلمه بابلر ونشوف الفيديوهات اللي هي اكثر شهره. عندك الفيديو اللي موجود قدامك ده 7 دقايق، هندوس كده عليه. طبعا الصوت بالذكاء الاصطناعي بشكل بسيط جدا عن طريق موقع 11 لابس. كل اللي عليك تعمله ان احنا هننزل كده تحت وهندوس هنا على كلمة شو ترانسكريبت، وهتاخد الترانسكريبت اللي موجود قدامك ده كده كوبي، وتروح على الكينج بتاعنا اللي هو طبعا شات جي بي تي. هتضيف السكريبت اللي انت اخدته كوبي، وهتروح تطلب من شات جي بي تي تقول له اعمل لي تعديل على السكريبت. انا طبعا مش عايز ادخل معاك في الخطوات عشان الفيديو ما يطولش، ولكن انت بتعمل كده بالظبط، بتاخد السكريبت كوبي. يعني خلينا كده نجرب مع بعض ونشوف. هناخد السكريبت كله كوبي، وهنروح على شات جي بي تي وهنطلب منه بكل سهولة. هنضيف كده السكريبت بتاعنا وهنطلب منه بكل سهولة. طبعا هو دلوقتي بيكتب لي السكريبت زي ما انتم شايفين، بيوضح لي كل التفاصيل بتاعته. فانا هقول له عدل على السكريبت ده بشكل ان هو يعمل اعادة صياغة للموضوع، وطبعا يخلي السكريبت او الموضوع فريد من نوعه، ملهوش علاقة بالسكريبت اللي احنا اديناهوله. بيعدل في الالفاظ، بيضيف اخبار جديدة، بيضيف معلومات جديدة، فبالتالي الفيديو بيبقى جديد. طيب بعد كده انت بتعمل ايه؟ بعد كده بعد ما بتطلب من شات جي بي تي، اكتب عادي جدا باللغة العربية واطلب منه تعديل على السكريبت عشان يخلي السكريبت فريد من نوعه. وبتدخل تاخد قطعة قطعة وتحطها في 11 لابس. طبعا هحط لك كل اللينكات اللي انت محتاجها في الديسكريبشن.
طيب خلاص، انت دلوقتي اخدت قطعة قطعة ودخلتها في 11 لابس بتاع الصوت او اي موقع صوت انت بتستخدمه، لان مواقع الاصوات بتبقى كتيرة جدا جدا. بتيجي بعد كده عند الفيديو اللي انت بتنسخه وتخش على المواقع اللي هي مجانية او فيها فيديوهات مجانية. يعني ايه؟ يعني لو بصينا على الفيديو اللي قدامكم ده، زي ما انتم شايفين هي مجموعة لقطات ملهاش علاقة ببعض، كلها بتتكلم على الحرب، وتحطها جنب بعض مع موسيقى تصويرية بسيطة جدا جدا جدا، وتلزق المحتويات بتاعتك مع بعضيها. طيب ازاي بقى بتجيب الفيديوهات دي؟ هتدخل كده هنا على جوجل، هتكتب فري فيديو without copyright. بتدخل كده بتكتب فري فيديو without copyright، بعدها بيجيب لك مواقع كتيرة جدا. هندخل وليكن على الموقع ده، وهنكتب مثلا هنا اور مثلا، يعني تكتب طبعا انت على حسب الحاجة اللي انت شغال عليها او اللي انت بتدور عليها. عندك هنا طبعا حاجات كتير جدا بتتكلم عن الحرب وعن الاسلحة والكلام ده كله، بتاخد الحاجات اللي هي بتكون شبيهة للفيديو اللي انت بتنسخه، وكده خلاص انت عملت الصوت وعملت الصورة. نيجي بقى ان احنا نعمل اهم نقطة، اهم نقطة بالنسبة لي، اهم من كل حاجة: العنوان والصورة مصغرة. ازاي هتعملهم؟ هنيجي كده بكل سهولة، هناخد نفس الفيديو اللي احنا هنعمل له نسخ، هنروح واخدين كده العنوان بتاعه، وهنروح هنا على الكينج بتاعنا شات جي بي تي، وهقول له اضيف له العنوان، واقول له اكتب لي عنوان، يعني عنوان مشابه للعنوان ده باللغة الإنجليزية. وبس كده شات جي بي تي هيقعد دلوقتي يكتب لي كم عناوين مشابهة للعنوان ده. طبعا ممكن اترجم العناوين دي لو انا مش فاهم، اخدها كده كلها واترجمها واشوف اكتر عنوان فيهم جذاب واروح واخده مستخدمه. وكده خلاص انا حضرت الفيديو والسكريبت والصورة وكل شيء، ما فضلش غير حاجة تانية، وهي دي تعتبر من اهم الاشياء اللي بتنجح الفيديو، وهي الصورة المصغرة. هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي بكل سهولة برضو هنا على يعني ادخل على اي موقع بيعمل تحميل لأي صورة على اليوتيوب. هدخل مثلا على الموقع ده وهضيف اللينك. طبعا مش هستخدم نفس الصورة، ولكن هعمل لها سيف وهوريك دلوقتي انا هعمل ايه بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. طبعا دلوقتي انا عملت سيف، وهاجي على شات جي بي تي ابعت له الصورة، وهقول له يعني خلينا كده نشوف اهو، وهقول له اكتب لي برومبت الصورة دي باللغة الإنجليزية بطريقة بسيطة جدا، بطريقة سهلة جدا جدا. ولكن أنا زي ما انتم شايفين كتبها لي باللغة العربية، بوضحها لي. وطبعا هنا ده البرومبت اللي أنا هاخده. ندخل كده ناخد البرومبت بتاعنا، ونروح على الموقع ده برضه، هكون سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هضيف البرومبت اللي عمله لي شات جي بي تي، وهدوس هنا على كلمة جنريت. طبعا ده بيديك كريدت مجانية، ولكن طبعا الأفضل إن أنت تشترك فيه. وطبعا هكون سايب لك كل اللينكات موجوده في الديسكربشن. مش قادر ان انت تشترك؟ كل اللي عليك تعمله تعمل كذا اكونت وتستخدم الكريدت اللي فيه. طبعا زي ما انتم شايفين هو هنا كتب لي البرومبت اللي انا اديته له، عمل لي الصور بتاعته طبعا زي ما انتم شايفين، ولكن الصوره مختلفه شويه عن الصوره اللي موجوده هنا. فكده المشكله فين؟ المشكله هنا هتبقى في شات جي بي تي. طيب ازاي احل المشكله دي؟ طيب خلينا كده نغير الستايل ونعمل رياليستيك، ان الصورة تبقى واقعية، ونعملها مرة كمان. ولكن الحل بتاعنا لو الصورة برضو طلعت مش دقيقة، بكتب هنا لشات جي بي تي اجعل البرومبت دقيق جدا. بفضل اكلمه واقول له اعمل لي، خلي البص يعني يديني برومبت بالظبط كوبي بيست من الصورة، مع تعديلات طبعا بتكون بسيطة موجودة. طبعا زي ما انتم شايفين كده دلوقتي بيديني صور جديدة، وبيخليها واقعية نوعا ما لان انا عملتها رياليستيك. طيب خلينا كده نشوف النتيجة مع بعض. طبعا انت الحساب بتاعك في الموقع ده لما بيكون يعني اكونت مدفوع او مش اكونت مجاني، طبعا بتقدر ان انت تصنع صور بشكل سريع جدا. فخليني كده افتح طيب الاكونت ال طيب طبعا زي ما انتم شايفين هو حاول يطلع لي الصورة بشكل دقيق، ولكن الافضل بالنسبة لي ان انت بتعدل البرومبت مع شات جي بي تي وتطلب منه ان هو يعمل لك البرومبت بشكل ادق فادق فادق لحد ما توصل للصورة المناسبة بالنسبة لك. او حتى مش شرط تاخد نفس الصورة كوبي، ولكن بتشوف الصورة اللي هي من وجهة نظرك بتكون جذابة. وبس كده انت هنا وفرت عنوان خاص بيك،
صورة خاصة بيك، فيديو خاص بيك، وكمان سكريبت خاص بيك بشكل 100%. دي كل الفكرة ودي كل التفاصيل بتاعت المشروع ده والموضوع ده. وتعالى اوريك بقى قناة تانية انا بستخدم عليها نفس الاستراتيجية اللي بشرحها لك دلوقتي، والقناة هي مش مفعلة ولكن القناة خلاص قربت تتفعل. تعالى كده نبص مع بعض على نتائج القناة. وكمان انا بعتذر جدا بشكل كبير لو انا خافي اي اسم للقناة او الصورة او الكلام ده كله، ولكن هقول لكم ليه انا خافي الاسماء. على سبيل المثال مثلا لو جينا بنتكلم على اي قناة من القنوات بتاعتنا، وليكن القناة اللي موجودة قدامكم دي، لو انا مخلي الاسم بتاع القناة ظاهر، فبالتالي هيدخل 50 شخص، 100 شخص، 1000 شخص عن طريق اليوتيوب هيدخلوا يبحثوا على القناة دي. فبالتالي هم مش مهتمين بالمحتوى اللي موجود، فهيدمروا الفيديو، هيدمروه من ناحية مدة المشاهدة، يدخلوا يتفرجوا على 15 ثواني وبالتالي هيخرجوا، فكده الفيديو بيتدمر وانا كده مجهودي هيروح. فعشان كده بضطر ان انا اخفي الصورة وبخفي اسم القناة. فاتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا النقطه دي كويس جدا. طبعا زي ما انتم شايفين هو بيحاول ان هو ينفذ البرومبت على قد ما بقدر، ولكن الفكره هنا ان انت تخلي شات جي بي تي يديك اقرب برومبت للصوره. طبعا القناه اللي موجوده قدامكم دي قناه لسه جديده لنج، يعني قناه شغال عليها بقالي فتره قصيره جدا. طبعا زي ما انتم شايفين بنحقق تقريبا ارباح او مشاهدات كويسه جدا جدا، ولكن هنا قعدت شويه، يعني قعدت يومين مش بنزل فيديوهات، ولكن بعد كده القناه رجعت ترتفع تاني. قناة آخر 48 ساعة جايبة 6700 730 مشاهدة. يعني لو القناة مفعلة هنقول المتوسط المشاهدة أو متوسط الربح على المحتوى اللي أنا بعمله من 6 دولار ل7 دولار، فخلينا نقول 6 دولار في 6.7. أنت بتتكلم دول عاملين حوالي 40 دولار، يعني 2000 جنيه. ده طبعا ربح كويس جدا بالنسبة لقنوات صغيرة. يعني المشاهدات دي على نسبة عدد المشتركين اللي هو 542، فده طبعا نسبة محترمة بشكل كبير جدا جدا. وخلاص هو بقينا 2300 ساعة مشاهدة، وخلاص قربنا نحقق الشروط الخاصة بالربح من اليوتيوب. فبس كده، يعني اتمنى ان هو يكون كان فيديو دسم ومليان بالمعلومات المهمة جدا. فاتمنى ما تبخلش عليا بلايك ودعمك المهم جدا جدا، لانه حافز ان انا انزل حاجات اقوى واقوى واقوى. وان شاء الله كل يوم هكشف لكم سر جديد من اسرار الربح من اليوتيوب بدون الظهور.